السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما كده بخير وسعادة. ان شاء الله هنعمله مع بعض الكيكة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي. كيكة البنجر، كيكة سهلة وبسيطة صحية مغذية. طبعا كلنا عارفين البنجر وفوائده. قاتل للأنيميا ومقوي عام، وطبعا ليه فوائد كتيرة جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله الكيكة هشة ومرتفعة، والمسام بتاعتها ناعمة جدا، يعني لا مفرولة ولا أي حاجة. إن شاء الله تجربوها بالمقادير دي وتنور رضاكم. الكيكة مغذية وجميلة وريحتها جميلة وطعمها أجمل. إن شاء الله تنور رضاكم. يلا كده نشوفوا الكيك دي عملناها مع بعض إزاي. هنزل كده في الطبق ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ، هنزل عليهم بالفانيليا وهضرب، وأثناء الضرب نزلت هنا بمعلقة خل. بتضيع ريحة الزفارة وكمان بتخلي الكيك ناعم وجميل. نزلت بربع كوباية كده من الزيت، نزلت كمان بكوباية من السكر وكوباية من عصير البرتقال، ضربتهم كويس قوي وركنتهم على جنب. بعد كده بقى معايا كوبايتين من الدقيق، ربع كوباية من البنجر، وربع كوباية من النشا. نزلت عليهم بباكو بودر، ربع معلقة صغيرة كده من الكربوناتو، ورشة ملح. رايحة أقلب بقى كل الخليط ده مع بعضه. بعد كده رايحة انخله للمرة التانية. أنا كنت نخلاه في الأول، رايحة انخله تاني لأن كل ما بتنخلي دي أكتر بيديكي هشاشة أكتر. ضربت كده بالمضرب، وأثناء الضرب نزلت في حدود أقل من ربع كوباية عصير كمان. وضربت كويس قوي. هبدأ بقى ألم بالسباتولا وأجيب من فوق لتحت كده. بعد كده بقى لو ما عندكيش الصينية العمود، ابدأي بقى هاتي حلة ادهنيها مادة دهنية. رشة كده من الدقيق، والكوباية اللي في النص دي أنا دهنها مادة دهنية. نزلت بالخليط الكيك بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. في الوقت ده انا مسخنه الفرن قبل ما ادخل الكيك ب10 دقايق كده على درجه حراره 170. اخدت في الفرن 40 دقيقه، او على حسب بقى درجه حراره فرنك. طبعا قبل ما بتخرجيها بتهوي الفرن كده 5 دقايق علشان ما تهبطش منك لما تخرجيها. طلعتها حطيتها على الرخامه وغطيتها كده ربع ساعه. لازم تسيبيها تهدى علشان لما تقلبيها ما تتفرفتش منك. بعد كده بقى رايحة اشيل ورق الزبدة وهبدأ بقى اقلبها. شايفين الجمال؟ لونها جميل جدا. بتبدأي بقى بعد كده. عندك بقى مربى، عندك عسل، انا كان عندي مربى، دهنت الوش بالشكل ده. وبدأت بقى نزلت عليها كده بالبشر. ممكن البشر ده تحمصيه كده الاول قبل ما تحطيه على الكيك، بس انا حبيت ايه اضيفه كده اتشرب من المربى، وكان طعمه جميل جدا. قطعتها بقى بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شايفين بسم الله ما شاء الله الكيك مرتفع جدا، هش، والمسام بتاعته ناعمة جدا. طعمها كمان بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، وريحتها جميلة جدا. استخدموا البنجر في كل حاجة. البنجر طبعا زي ما قلت لحضراتكم قاتل الأنيميا ومقوي عام، وليه فوائد كتيرة جدا. حبايبي، يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.